اهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات الفريلانسر. النهارده هناخدكم خطوه بخطوه واحنا بننفذ احد الخدمات المطلوبه مننا على منصه خمسات. هنشوف ازاي بنتكلم مع العميل وبناخد منه تفاصيل الشغل، وازاي بننفذ الشغل بتاعنا، وازاي كمان بنسلم الشغل للعميل وبنطلب منه تقييم للخدمه. يلا بينا. هنا العميل كان بعت لي رسالة على منصة خمسات بيستفسر عن البنرات الإعلانية. تمام، هنا العميل كان بعت لي ان هو محتاج صورة إعلانية للموقع بتاعه، بعت لي رابط الموقع. بعت له طبعا، رديت عليه وقلت له الصورة اللي هو محتاجها دي مقاسها قد ايه. حابب أكد طبعا على المقاس اللي هو محتاجه، الشكل اللي هو محتاجه علشان أقدر أنفذ الخدمة بنجاح. بعت لي إن هي الصورة لتيك توك، هيحط فيها زي لوجو الموقع وفكرة الموقع بتتكلم عن إيه. بعد كده أكدت عليه تاني خلاص إن الصورة هتبقى بمقاس تيك توك طولية، هيكون مقاسها 1080 في 1920. سألته تاني عاوز العناصر تكون موجودة في الصورة إزاي، أو المحتوى اللي حابب يكتبه في الصورة. وبعت له تكلفة مبدئية، طبعا ان التكلفة بتكون $5 بما انها صورة ثابتة يعني. وسألته تاني هو عاوز شكل الصورة ازاي. كل ده انا بحاول اضغط عليه واسأله شوية اسئلة استوحي منها هو متخيل شكل الصورة الاعلانية ازاي، علشان اقدر اقدم الخدمة بنجاح وبالشكل اللي العميل متخيله. تمام. بعد كده العميل كان حابب يشوف انا هصمم الصورة على ايه او الباك جراوند، تقريبا ده اللي فهمته من الرسالة. وبعد كده بعت لي المحتوى النصي اللي حابب يضيفه على الصورة. تمام. بعت المحتوى النصي او الرسالة التسويقية اللي حابب يضيفها على الصورة. تمام. بعد ما قريتها تمام، وبعت لي رابط الموقع تاني. تمام. هو برضو طلب مني لو في اخطاء املائيه ولا حاجه، ولو في اي ملاحظه. تمام. تمام كده انا اتاكدت من كل حاجه انا هقدر اشتغل عليها في الصوره الاعلانيه، علشان كده طلبت منه بكل وضوح انه يقدر يطلب الخدمه علشان اقدر ابدا اشتغل. ومنصه خمسات تبعت لي اشعار ان انا ابدا اشتغل على المشروع ده. برضو حابب يأكد عليا هو ان حابب يشوف صورة البانر اللي انا هصمم عليها. في الوقت ده انا حسيت ان هو طبعا قلقان، بما ان العميل اول مرة يتعامل معايا، بالرغم من البروفايل بتاعي كويس وعليه تقييمات ايجابية بتفوق 118 تقييم، 5 نجوم. عرفته طبعا ان انا مش بنهي المشروع الا والعميل راضي عن الخدمه اللي انا بقدمها له، وان دي طبيعتي مع كل العملاء. وبرضه وضحت له تاني شكل الخلفيه هتكون عامله ازاي، انها هتكون صوره بسيطه مناسبه مع الوان الويب سايت بتاعه علشان يظهر عليها التفاصيل المكتوبة بشكل أسرع. في الحالة دي أنا أدركت أنه هو هيستخدم الصورة الإعلانية دي على تيك توك، فأنا هنا حاولت أعمل حاجة اسمها تعظيم الربح بتاعي، وهي أن أنا أقدم له خدمة أعلى بتكلفة أعلى. بس خد بالك أن أنا قدمت له قيمة حقيقية هو محتاجها ومناسبة للغرض اللي حابب يعمل الصورة الإعلانية علشانها. يعني أنا مش بحاول أضحك عليه أو أحتال على العميل، لازم اكون مهني وصريح مع العميل. هنا اقترحت عليه ان احنا نعمل فيديو بدل صورة ثابتة، وانها تكلفه $10 بس بدل 15. وبعت له مثال طبعا على الفيديو انا عملته قبل كده لعميل عندي على تيك توك، والعميل الحمد لله استقر على الفيديو وكان مقتنع بالفكرة وعمل طلب الشراء بنجاح. هنا العميل كان طلب الخدمة خلاص ودفع الفلوس على منصة خمسات. والطلب جالي من المنصة، وطبعا انا بعت للعميل رسالة على طول بعرفه انه لازم يبعت رسالة في صفحة الطلب، لاني لو ما بعتش رسالة وانا بعت له الشغل عليها مش هقدر ابعت له طلب استلام من الصفحة دي. بعد ما بعت لي رسالة تاني بتأكيد المحتوى النص اللي حابب يضيفه، بدأت على طول أشتغل على فكرة الفيديو وأعمل تنسيقات المحتوى النصي، علشان كل ده هيتحرك معانا على شكل موشن جرافيك في النهاية. بدأت أخد باقي المحتوى النصي وأدخل الويب سايت علشان أخد افكار للالوان اللي عنده في الويب سايت عامله ازاي، بحيث نقدر نستخدمها في الفيديو الاعلاني. تمام. هنا كنت انا في اخر مرحله بضيف الرابط بتاع الموقع بتاعه، موقع افراح. بعد ما خلصت حبيت اضيف له شويه اسهم بحيث تاخد عين المشاهد من مرحله لمرحله.
بعد كده دخلت على موضوع التحريك، وعشان الفيديو شغال بشكل سريع فانت مش شايف تحريك الفيديو بالشكل النهائي عامل ازاي. هنا ضفت له اللوجو برضو لان كان يهمه ان اللوجو يكون موجود. بعد ما خلصت الفيديو على كانفا حفظته على الجهاز عندي ودخلته على برنامج المونتاج فيلمورا علشان اعدل عليه شوية حاجات بسيطة زي توقيت الفيديو نفسه. وانا كنت عامل اوريدي تصوير لشاشة الموبايل علشان خاطر استعرض الويب سايت بتاعه علشان يبقى زي سكرين شوت او سكرين ريكوردر كده للويب سايت نفسه، بحيث ان العميل بتاعه على تيك توك اول ما بيخلص قراءة المحتوى النصي يشوف شكل الموقع من جوه عامل ازاي، بحيث ياخدوا الفضول انه يدخل بنفسه ويشوف. بعت له الفيديو بعد ما خلصته وقلت له طبعا انه لو حابب يعدل اي حاجه على الفيديو ما يترددش ويبعت لي فورا. طبعا بعت لي بعدها على طول ان الفيديو ممتاز وكان عاجبه، وبعدها بشويه بعت لي تعديل انه حابب يشيل الويب سايت او رابط الويب سايت الموجود في اسفل الفيديو. رديت عليه طبعا قلت له حاضر من عينيا هعمله لك، وبدات فعلا احذف له رابط الويب سايت، بالرغم ان انا حسيت ان انا بداتها من اول لاني دخلت على كانفا من البدايه وعدلت له، بعد كده حفظته على الجهاز ودخلته على برنامج المونتاج تاني علشان خاطر اظبط الحاجات اللي انا كنت مظبطها له في توقيت الفيديو. بعد ما خلصت التعديلات دي كلها بدات احفظ الفيديو تاني وبعته له على منصه خمسات. تمام، بعت له الفيديو تاني وقلت له اتفضل الفيديو النهائي. وبعد كده اول ما الفيديو حمل على المنصة بعت له في زرار تحت كده الصفحة اسمه ارسل طلب الاستلام. لازم العميل اول ما بدوس على الزرار ده العميل بيجيله اشعار ان محمد سليمان اللي هو انا خلصت المشروع وبعته لك علشان توافق عليه. بيجيله اشعار لازم يعمل موافقة ان هو استلم المشروع علشان الارباح تبدأ تنزل في الحساب بتاعي. هو كده استلم، انا كده بعت له وبعت لي اشعار خلاص ان العميل استلم الطلب. واستنيت شوية علشان نشوف هيقيم الخدمة ولا لا. فضلت مستني شوية. انا كده اوريدي كنت قلت له اصلا ان هو ما ينساش يعمل تقييم لشغلي معاه، ودي حاجة من ضمن الحاجات اللي انت ممكن تبعتها للعميل عادي بلا حرج. انت بتطلب منه ان هو يقيم الخدمة بشكل مهني وبشكل صريح يعني. والعميل بعت لي تقييم 5 نجوم وكلمتين حلوين، رديت عليه طبعا في الريفيو بتاعه او في التقييم بتاعه. وانا عادة برد على اي تقييم بيتبعت لي حتى لو كان تقييم سلبي، والحمد لله يعني انا الحمد لله اكتر من 117 او 118 تقييم ايجابي ومفيش ولا تقييم سلبي واحد لحد الان من ساعة ما اشتغلت على المنصة، والحمد لله ده فضل ونعمة من ربنا يعني. هنا انا كنت قلت ان انا حابب احافظ على ولاء العميل ده ليا، فانا بعت له صور الاعلان ثابته من نفس الفيديو الاولاني اللي هو فيه النص المكتوب، بعته له بشكل صور ثابته لو حابب يستخدمه في اي استخدام تاني. ودي نوع من انواع الهدايا اللي بتخلي العميل يحب يشتغل معاك تاني، لان شايف ان انت مهتم بيه وحابب تقدم له خدمات كويسه بجوده عاليه يعني. لو وصلت لحد هنا وحابب تتعلم اكتر عن منصة خمسات وازاي بنشتغل على منصة خمسات، اعمل لايك للفيديو واشترك في القناة واستنى الفيديوهات الجاية. سلام.